سمير تلميذ في السنة الثانية بكالوريا تحصل على نتيجة 13 في الامتحان الجهوي وباغي يتحصل على نتيجة 17 في الامتحان الوطني. هو اللي حط لراسو هذه الأهداف، ولكن كان عنده واحد الشك، كيقول واش أنا فعلا قادر على أنه نتوصل لهذه النتيجة ولا لا. من بعد شوية ديال البحث والاجتهاد سمير لقى الطريقة. إلا بغيتي تعرف الطريقة حتى أنت ولا حتى أنت اللي غادي تعاونك باش تجيب نتيجة مزيانة، بقى معايا حتى الاخر ديال الفيديو، وكنوعدك إن شاء الله بأنه الطريقة غادي تكون مزيانة بزاف وغادي تعاونكم أنكم تحققوا نتائج اللي تمنيتوا إن شاء الله. لقى بأنه باش يقدر يوصل للنتيجة اللي هو باغي، أول حاجة خصو يبدا بها هو أنه يحط لراسو هدف. الهدف اللي خصو يحطو خصو يكون محدد، قابل للقياس، واضح ومربوط بزمن. الهدف اللي حط كما قلنا هو أنه يجيب 17 في الوطني. من بعد لقى كيفكر كيفاش غيدير لهذه النقطة هذه. لقى راسو باش يوصل لهذه النقطة عنده واحد بزاف ديال الحوايج خصو يدوز منهم. أول حاجة خصو يدخل دماغه بأنه هذيك النقطة اللي هو باغي كتتطلب واحد المجهود، يعني كيتوجد ذهنيا انه دماغه كيقول له بانه راه تابعنا واحد المشوار طويل وتابعنا واحد المجهود خصنا نحطوه باش نقدروا نوصلوا لهذيك النتيجه. دماغنا سهل انه نلعبوا عليه الا عرفنا كيفاش نديروا. سمير شنو دار؟ عرف بانه الطريقه اللي غيقدر يلعب بها على دماغه هو التكرار. كتب هذوك الاهداف ديالو في بزاف ديال الاوراق، في التليفون ديالو، في البيسي ديالو، في اي بلاصه كيلقى الهدف ديالو مكتوب بخط عريض كيقول له هذا هو الهدف ديالك في هذه السنه هذه. شويه شويه دماغه بدا كيتقبل وبدا كيعرف بانه لا مفر والسيد معول. بدا كيعطيه افكار. من بين الافكار اللي عطاه هو انه يجلس ياخذ ورقه وستيلو ويشوف شنو هما الحوايج اللي خصو يبدل في راسو الا بغى يوصل لهذيك النتيجه. شنو هما العادات اللي خصو يحيد، شنو هما الحوايج اللي خصهم يزيد لراسو، وشنو هما الناس اللي خصو يقطع صلته بهم ولا الناس اللي خصو يربط الصله بهم اللي غادي يعاونوه انه يوصل لهذاك الهدف. سمير دار هذا التمرين وحط الورقه ديالو قدامه كيقراها بشكل يومي. عرف بانه الهدف ديالو الان واضح والمجهود واضح والتغيير اللي غادي يعاونه باش يوصل للهدف حتى هو واضح. بقات له دابا حاجه وحده، هو انه يعرف شنو هما الحوايج اللي غادي يعاونوه باش انه يزيد يكمل في هذه الطريقه هذه. 5 الحوايج هما الحوايج اللي لقاهم سمير مشتركين بين اغلبيه ديال الناس اللي ناجحين. الحاجه الاولى هو الناس اللي ناجحين اغلبيتهم ما كيكونش عندهم مشكل ديال الانضباط الذاتي، يعني كل واحد فيهم ما كيتسناش واحد اخر يقول له نوض تخدم ولا نوض تقرا. اوتوماتيكمون سمير دخلها لدماغه وعرف راسو بانه الهدف ديالو هو اللي مسؤول عليه، دونك رجع راسو هو المسؤول الاول على هذاك الهدف. يعني بدا كيطلع من الثقه ديالو في راسو وبدا كيطلع من الانضباط الذاتي. الحاجه الثانيه لقى بانه الاغلبيه الناس اللي كينجحوا كيحاولوا يداوموا بشكل مستمر بدون انقطاع، يعني نيفر جيف اب. كمل في طريقك، سير بشكل مستمر دقه حتى توصل للهدف ديالك. المهم هو انه ما ترجعش للور، والمهم هو انه ما تعطيش واحد المجهود اللي هو كبير بزاف ومن بعد غتولي تعيا. النقطه الثالثه وهي تنظيم الوقت. لقى بانه الاغلبيه ديال الناس الناجحين كينظموا وقتهم بواحد الشكل معقول، يعني كيخلي كل حاجه كيخلي لها وقتها. كيبدا بالحوايج الصعاب في نهاره هما الاولين، كيخلي الحوايج اللي بساط هما الاخرين، وفي نفس الوقت كيخلي لكل حاجه وقتها باش ما كيخرفلش بين حاجه وحاجه. الحاجه الرابعه هو لقاو هاد الناس عندهم واحد القابليه على التركيز طالعه بزاف، يعني في واحد العصر ديال المشتتات الواحد اللي كيبغي يخدم وكيركز على داكشي اللي كيدير اول حاجه كيدير هو انه كيحيد المشتتات اللي دايرين به، كيحط الحاجه قدامه اللي باغي يخدم عليها ويركز عليها، واي حاجه تقدر تشغلو على هذاك الهدف كيحيدها. على سبيل المثال هنا تليفون، الا كنت مثلا باغي نقرا في بيسي ولا في كتاب، تليفون ما عندي ما ندير به، مود افيون كنحطو على جنب. كنت في بيتي كنحاول ما امكن انه نقص من المؤثرات ديال المحيط ديالي اللي يقدروا ياثروا عليه واللي يقدروا يقطعوا التركيز ديالي في المده ولا في الوقت اللي انا باغي نركز فيها. الحاجه الاخرى اللي لقاها مشتركه بين الناس اللي ناجحين هو كيعرفوا كيفاش يديروا الطاقه ديالهم في النهار. كما قلنا كيبداو بالحوايج الصعاب هما الاولين، ومن بعد كيتليو بالحوايج الساهلين. وحاجه اخرى، اي حاجه كتعاونهم باش يطلعوا الطاقه، سواء كانت رياضه، سواء كان اكل صحي، سواء كان شرب الماء، ولا تنعس في الوقت وتفيق في الوقت، هذا الشيء كتلقى الناس اللي ناجحين في حياتهم مواظبين عليه، وهو اللي كيعاونهم انهم يكملوا في طريقهم ويزيدوا لقدام. سمير قنع راسو بانه هذه هي الطريق للنجاح، وهذه الطريق اللي غتعاونه باش يقدر يوصل لذاك الشيء اللي هو باغي. دخلها لدماغه، توكل على الله، حط الهدف ديالو قدامه وبدا الخدمه، وان شاء الله النتيجه ديالو غادي تكون مضمونه. هذا سمير هذا كيتطبق على اي واحد فينا، فيك انت ولا انت،
اي واحد باغي يوصل للهدف ديالو، سواء كان في التعليم الثانوي الاولى ثانوي ولا ثانيه ثانوي ولا حتى في التعليم العالي، اي هدف حطيتيه حتى شي واحد ما غادي يحط لك السقف من غير انت اللي كتحط السقف لراسك، انت اللي كتقول بانه هذه الحاجه ما غاديش نوصل لها. حتى شي واحد ما غادي يتحكم لك في الاحلام ديالك. حط الحلم ديالك يكون حلم واقعي، وفي نفس الوقت حط الجهد اللي خصك تبذل باش توصل لهذاك الحلم، وحط الخطه اللي غتوصلك لهذاك الحلم ديالك، وبجهد الله كل شيء يقدر يوصل للحاجه اللي هو باغي. شكرا بزاف حتى لهنا، كنتمنى لكم حظ موفق والله المعين.